في قانون الجذب كمان علشان دي حاجه مهمه قوي. الحته الناحيه الشرعيه لقانون الجذب. يمكن ناس بتقول طب قانون الجذب انا ازاي اخد بكلام الغرب اللي هو بيقول الكون هو المسيطر وهو اللي بيديني كل حاجه. نعم. وانا اقعد في البيت ابدا اقول انا بجذب واعمل تهيئه لنفسي. انا عايز اقول ان قانون الجذب زيه زي اي حاجه في الدنيا ما هو الا سبب. يعني نعم. زي انسان بيتعب بيروح للدكتور، الدكتور مش هو اللي بيشفيه، بس الدكتور هو اللي بيساعده علشان ربنا يشفيه. هو برضو قانون الجذب نفس النظام، ما هو الا سبب. انت بتيجي تدرس مجموعه علوم جديده، مجموعه تقنيات جديده، بتبدا تاخدها وبتتكل على ربنا، تتوكل على الله، ويبدا ربنا هو اللي بيغيرك. لان هو قانون الجذب هناك كمان يمكن الكتاب شويه اتكلم على اول نقطه اللي هي الظن، اني ابدا ادي لنفسي ايحاءات ايجابيه وابدا اشحن نفسي طاقه ايجابيه، وما اتكلمش بعد كده الطاقه اللي هحطها دي هوديها فين. فاحنا عشان كده عايزين نركز احنا بقى ان احنا لازم العمل، لازم الشغل. لو بدات اقول بس انا عندي افكار ايجابيه وانا باذن الله هبقى كويس وقعدت في البيت، يعني باعتبار انه الكتاب هو عارف انه حتاخذ اكيد العمل في شيء مهم. بالظبط. بالغرب يعني عندهم العمل، بس هو الكتاب ما وضحش كده عشان نبقى صراحه. الكتاب ادى الظن بس وسابنا كده. ليه؟ الله اعلم، يمكن هينزل نسخه ثانيه، يمكن الله اعلم. بس هو احنا بنقول ان احنا عندنا 3 مراحل. اول مرحله مرحله الكتاب دي اسمها الظن، لازم ناخد الظن ان يبقى جوايا تفكير ايجابي وثقه بالله. مرحله رقم 2 مرحله الكلمات، ان بما اني ظنيت ظن كويس لازم اتكلم مع الناس في حلمي، لازم اقول للناس انا بعمل كذا علشان ابدا اجذب لنفسي النجاح. رقم 3 الفعل، والفعل لو ما عملتش حاجه مش هيديني، مش هاخد اي نتيجه. علشان كده لو انا اكتفيت بالمرحله الاولى اللي هي مرحله الظن انا هبقى موهوم، انا قاعد عمال اشحن في طاقه ايجابيه ومش عارف افرغها فين. لو اكتفيت بمرحله رقم 2 اللي عمال اتكلم بس عن حلمي، يبقى انا كده زي ما احنا بنقول كده اللي بيتكلم كتير ما بيعملش حاجه. ابدا اضيع كل الطاقه اللي خدتها في الكلام. فلازم اوصل للمرحله الثالثه. انا حطيت اول مرحله الظن جوايا طاقه ايجابيه وظن وتفاؤل بالله، عديت بالمرحله الثانيه بتكلم في حلمي، لازم اوصل للمرحله الثالثه مرحله الفعل، اني لازم اشتغل. ما ينفعش ابقى عايز مثلا ابقى صحفي وانا قاعد في بيتنا عمال اقول انا صحفي انا صحفي، لا ما ينفعش. اكيد لازم أكيد انزل يعني وابحث. يعني انا احط بقى خطوات فعليه بقى، احط نفسي في الفعل. ده مهم جدا. بس كمان من ضمن برضه عايزه اضيف حاجه بالنسبه لحته المرحله الثانيه اللي هي كلمات. في الكلام. لما اتكلم عن حلمي اختار الاشخاص الايجابيين اللي يساعدوني. بالزبط. مش اتكلم مع اي حد يحبطون الواحد، اساسين الطاقه بقى. انت بتعمل ايه؟ ده انت بتحلم وانت عايش فين؟ ابقى بني ويتريق ويعمل كل ده، بيحبط وبيمتص الطاقه. وعلى فكره طبعا. اي فكره جديده فكره هشه، يعني فكره ضعيفه جدا. يعني انا لو لسه النهارده حاطط في دماغي ابقى مذيع،